السلام عليكم. بصوا، من الطبيعي ان انت تسمع عن مزارع يجيب بقرة، والطبيعي كمان ان من وظائف البقرة ان المزارع بيجيبها عشان يحلب لبن. لكن الغريب بقى ان في كائن بيعمل نفس اللي بيعمله البشر، وانه بيجيب كائن تاني عشان يحلبه برضه يستفيد بالسائل اللي بيطلعه. لا، ده كمان مش بيجيبه وهو كده جاهز، ده بياخده من وهو لسه في البيضة ويربيه لحد ما يكبر وينتج له السائل ده. وده نوع من النمل بياخد بيض حشرة المن وبيحطه في جحور ضلمة لحد ما يفقس البيض ده، عشان لما يجي الحشرة دي تفقس ما تحاولش الهروب وتبقى شبه عمياء لحد ما الحشرة دي بقى تكبر وتوصل لمرحلة الحلب. طب هتقولي بيحلبها ازاي؟ هقولك ان هو بقرون الاستشعار بتاعته بيضرب ضربات معينة على مؤخرتها بتخليها تفرز مادة سائلة، والمادة دي طعمها سكري والنمل بيعشق طعم المادة دي. طبعا ضربات قرون الاستشعار دي بتحفز الحشرة انها تنتج وتفرز السائل ده. بيقولك كمان ان مرة عالم حاول يساير نفس اللي بيعمله النمل، ان هو يجيب شعرات تساير قرون الاستشعار بتاعت النملة، وان هو يضرب ضربات على مؤخرة حشرة المن عشان تنتج السائل ده. معرفش. على فكرة، عدد القطرات اللي بتنتجها حشرة المن في اليوم دي تساوي تقريبا 48 قطرة، يعني أضعاف مضاعفة لو أنت عندك بقرة بتحلبها مرة في اليوم. لسه برضه ما عملتش اشتراك للقناة ولا تابعتني؟ مستنيك. سلام عليكم.